أخيرا الأسرى الإسرائيليين هيرجعوا بيوتهم لعائلاتهم، وأخيرا الجماعة اللي في غزة هيدخل لهم مساعدات وأكل وشرب. بوست أوباما شايف الإسرائيليين أعلى في هرم الحاجات، هيلبوا حاجاتهم الاجتماعية. الفلسطيني تحت، كفاية عليه يدخل له أكل وشرب، الحاجات الفسيولوجية الأساسية يعني كفاية أوي كده. يعني يمكن إعادة إعمار علشان بس يبقى فيه سقف فوقيه يعيش في بيت يعني. مش مهم بقى ان هو محاصر، مش مهم ان هو تحت احتلال، مش مهم العائلات اللي انتهت. طبعا ده بغض النظر على ان في فلسطينيين اسرى برضو موجودين اضعاف عدد الاسرى الاسرائيليين. حوالي اكتر من 10,000 اسير موجودين في سجون الاحتلال اصلا. بوست اوباما فكرني بالطريقه اللي الغرب شايفنا بيها، وانا كنت تقريبا خلاص قربت انسى الطريقه دي من ساعه مبعوث ترامب توم براك لما حكى المنطقه دي اصلا منطقه خربانه، ويعني وضعها منيل بستين نيله. رغم ان اوباما بيوصف دايما ان هو حمامه سلام نازله من السماء معاها غصن زيتون، الا انه الحقيقه هو نزل بقنابل ودرونز على المنطقه كلها. بس يعني ما علينا، ده مش موضوعنا دلوقتي. ناس كتير حكت عن ازاي اوباما قال صراع مش اباده، وحكى عن عائلات الاسرائيليين، ويدوب قال الناس اللي عايشين في غزه من غير ما يوصفهم كشعب ليه وطن يعني. بس الحقيقه العنصريه في البوست يعني اكتر من كده بكتير.